مساء الفل عليكم. ما تيجوا النهاردة نعمل الجبنة البراميلي، جبنة التلاجة بالفلفل وكمان بالزيتون، وهوريكم كمان واحنا شغالين بالمرة نعمل الجبنة القريش. اصل بصراحة بقت الاسعار غالية جدا، يعني مش معقولة حتة الجبنة الصغيرة دي بتبقى بمبلغ وقدره. طب ما تيجوا نعملها في البيت، كل الموضوع هيكلفنا لتر لبن وهنعمل منه كمية حلوة من الجبنة. مش بس كده، انضف واحلى وضامنين ان هي معمولة من لبن. مش بس كده، ده احنا هنقدر ندخل فيها كذا طعم، وفي نفس الوقت نقدر نظبط التمليح بتاعها. يعني لو عايزينها مالحة، عايزينها مظبوطة، يعني هتعملي جبنة على مزاجك. ودي احلى حاجة انا بحبها. بحب دايما اعمل الجبنة زي الطعم اللي انا بحبه، مش زي ما هي بتتباع بره. واهم حاجه واحنا بناكلها لاولادنا نتاكد ان ده لبن، فدي حاجه في نفس الوقت حلوه قوي قوي. عايزاكم تشوفوا الفرد بتاع الجبنه والقوام بتاعها. عايزه اقول لكم ان الجبنه دي كمان خاليه الدسم، فما بالكم بقى لو عاملينها جبنه كامله الدسم، هتبقى حاجه حلوه قوي قوي. كل ده هشوفوه معايا النهارده في الفيديو، مش عايزه اشوقكم اكتر من كده، وتعالوا نبدا حالا. بس يا ريت ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك للقناه، وتعملوا اعجاب للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. ويلا نبدا حالا. ده عندي اللبن، انا هشتغل النهارده ب2 لتر لبن. طبعا اللبن يفضل ان هو يكون لبن جاموسي. اللبن الجاموسي بيكون فيه اكبر كمية دسم رقم 1، واكبر كمية بروتين رقم 2، فدي حاجة حلوة قوي قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب اللبن بتاعي. اللبن ده انا اشتريته، مش هعمل له اي حاجة خالص خالص. اول ما هجيبه على طول هبتدي ان انا ادفيه حاجة بسيطة جدا، وبعدها انزل عليه بكل لتر بمعلقة كبيرة من الخل. انا بعمل ايه دلوقتي؟ ببتدي اني انا افصل اللبن. في ناس بتحط منفعها، مفيش مشكلة، اللي حابب يحط منفعها عادي جدا، بس انا بشتغل بالخل وبصراحة بيديني نتيجة حلوة. اما حتة الناس اللي يعني بتحب تشتغل بالمنفعة، ما فيش اي مشكلة خالص ان انتوا تشتغلوا بيها. ما تنسوش طبعا تحطوا، عشان دي جبنة براميلي، ما تنسوش تحطوا معلقة ملح عشان دي بتكون مالحة شوية، مش الجبنة القريش. وبعد كده بقى بنسيبها لمدة من 6 ل8 ساعات في فصل الصيف، وبنسيبها الليلة كاملة في فصل الشتاء. وبعد كده بنشوف الجمال ده كله. طيب لو هنعملها بدون دسم، يبقى ايه الطريقة ان احنا هنجيب لبن، وبعد ما نجيب اللبن هنغليه، وبعد كده هنشيل الوش اللي فوقيه بعد ما يبرد. طبعا هيكون طبقة كده من القشطة الدسمة، طبعا هنشيلها خالص. وبعد كده نبتدي نسيب اللبن لحد ما يبتدي يبرد، وبعد كده ندفيه يعني يبقى دافي سنة بسيطة، وبعد كده نضيف الخل كده. واحنا عايزين نستفيد من القشطة علشان خاطر نعمل بيها وصفة زي السمنة البلدي، او عايزين نعمل بيها قشطة فلاحي. بعد كده بنجيب علب، بحيث نبدأ نشيل المادة الصلبة اللي اتكونت دي، ونخلي الشرش على جنب. بص هقول لكم على 3 حاجات. لو احنا ما صفيناش الجبنه قوي، او سيبنا الجبنه فيها شويه ميه صغيرين، كده هتتكون معانا جبنه بيضه، يعني هتبقى طريه زي الجبنه البيضه. لا، احنا صفيناها خالص تماما تماما تماما، اتكونت معانا هنا الجبنه القريش. طيب عملنا الطريقة اللي انا بعملها دي، عصرنا الجبنة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وعبيناها، بس عصرناها كده، بداية طريقة الجبنة البراميلي. كده احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين ان احنا نحط الحشوة. بس هوريكم دلوقتي كذا طريقة انتوا هتشوفوها، يعني مش بس فلفل، او يعني هوريكم كذا فكرة. لان الجبنة انا عندي بافكار كتير، مش لو احنا كل يوم بناكل جبنة، فمحتاجين بقى تغيير، مش كل يوم هي نفس طريقة الجبنة. ده القالب ده طبعا بسيبه، شايفين بالطريقه دي انا حبيته قلبته على طبق صيني وسبته. ده هيقعد معايا في حدود 4 ساعات، هيمسك ويبقى جبنه قريش زي كده. الجبنه دي اقدر طبعا بمنتهى البساطه احط لها كمون مطحون، شطه، واحط لها شويه زيت، بتبقى تحفه. يعني بتاكليها كده بعيش ناشف او بعيش محمص، بصراحه بتبقى ملهاش حل، من احلى الاكلات. جنبها شويه سلطه، ويا سلام لو حته بطيخه كده، وبتبقى احلى. يعني عايزه اقول لكم بتبقى احلى عشوه، او كمان تفطروا بيها الصبح، خفيفه وحلوه قوي للناس اللي بتعمل دايت. كده يبقى احنا عملنا جبنه قريش. طب ندخل بقى على الجبنه البراميلي. هنعمل ايه في الجبنه البراميلي؟ بطريقه بسيطه جدا جدا. احنا وصلنا للقوام ده،
وصلنا للشكل ده في الجبنه. شايفين الشكل من جوه؟ شايفين الجبنه شكلها ايه من جوه؟ احلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. طعمها حلو فعلا يا جماعه. من الحاجات اللي فعلا بتفرق في الطعم قوي ان اللبن يكون لبن طازه وتكوني عاملاه جوه البيت، فعلا بتستاهل الف لايك. تعالوا دلوقتي نشوف عملنا الجبنه البراميل ازاي. انا وريتكم دلوقتي ازاي تعملوا جبنه بيضه وازاي تعملوا جبنه قريش. تعالوا دلوقتي اوريكم ازاي تعملوا جبنه براميلي. الجبنة البراميلي بتفرق عن الجبنة القريش في حاجتين. أول حاجة نسبة الملوحة بتاعتها والتصفية، يعني بتكون متصفية أكتر بكتير من الجبنة القريش لأنها بتكون ناشفة شوية. ثانيا نسبة الملوحة بتكون مالحة لأنها بتتحفظ في مية وملح. تالت حاجة في الحشو بتاعها. الحشو بتاعها بيكون عبارة عن كذا فكرة. أولا بيكون فلفل أخضر او فلفل احمر او فلفل الوان، ده الفلفل. وفي ناس بتحشيها فلفل الوان وشرايح زيتون يعني. وفي ناس بتحشيها شطه، بتبقى اللي هو الفلفل الشطه ده. ففي كذا فكره. شوفوا انتوا مزاجكم ايه في الاكل، يعني شوفوا انتوا بتحبوا الجبنه البراميلي ازاي. انا بحب الجبنه البراميلي بالفلفل الملون، يعني فلفل الوان كده، ومش لازم يكون حامي، يعني ممكن يكون حامي على باب. بجيب بقى الفلفل زي كده حلقات الفلفل، وابتدي ان انا اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده جوه الجبنه اللي انا صفيتها خالص، بس مزوده الملح شويه، يعني هنا مزوده الملح سنه. واجيب علبة تلاجة عادية جدا جدا وابتدي ان انا اكبس فيها الجبنة. شايفين؟ بعد ما اخلص خالص اضغط عليها على قد ما اقدر. بس العلبة دي هتبقى للجبنة البراميلي بس، فانا هعمل حاجة صغيرة في العلبة. هفتحها من تحت فتحة صغيرة قوي قوي بحيث انها تنزل حتى لو نقطة مية جواها، واسيبها جوه التلاجة مش اقل من 24 ساعة. وبعد ال 24 ساعة كلوا احلى والذ قالب جبنة براميلي، متصفي متملح متبل متفلفل مشطشط وكل حاجة فيه زي ما انتوا شايفين. بعد 24 ساعة بيكون شكلها متماسك جدا جدا وطعمها حلو قوي. والعلبة دي خلاص بتبقى علبة الجبنة البراميلي فيها فتحة صغيرة قوي من تحت بتنزل حتى لو نقطة مية. وده بيكون شكل قالب الجبنة البراميلي بعد ما نقطعه. وطبعا ممكن نحتفظ لو عاملين مثلا عاملين قالب 2 3 عايزين نحتفظ بيه اطول فترة، ممكن بنعمل ايه؟ مية الشرشب الملح اللي انتوا شايفين فاكرينها اللي احنا طلعنا منها الجبنة دي، الميه اللي طلعت او الشرش اللي طلع ده بنضيف له كل لتر من الشرش بضيف له 4 معالق من الملح، واحط الجبنه البراميلي دي في اكياس وبعد كده ارميها جوه الشرش بالطريقه دي. بتقعد معايا اطول فتره ممكنه، بس طبعا بيكون جوه التلاجة لان ما فيهاش مواد حافظه. وكده يبقى عملنا كل الجبن كل الجبن اللي انتوا تتخيلوها. الجبنه البراميلي والقريش والبيضه كلها من اللبن، كلها في فيديو واحد. اتمنى الوصفات تكون عجبتكم ونالت على رضاكم وتكون وفرت عليكم كتير في الميزانيه. واستنوني الفتره اللي جايه ان شاء الله انزل لكم حاجات جامده جدا جدا، وخصوصا كمان على الفيسبوك. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراككم في القناه يشرفني. تحياتي لكم بالف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.